اجا واحد السقراط متحمس، قال له سقراط هل تعرف ما سمعته أخيرا عن أحد تلاميذك؟ سقراط قال له أوقف قبل لا تسولف لي، أكو اختبار اسمه اختبار مصفاة المثلث، شو رأيك نسويه قبل لا تسولف لي؟ الرجال استغرب، قال له مصفاة المثلث شنو هذا الاختبار العجيب؟ أوكي أسويه. قال له أوكي سقراط. قال له أول مصفاة من هذا المصفاة الشيء اللي سمعته حقيقي أنت متأكد من عنده لو لا؟ الرجال صفن، قال له والله صراحة سقراط ما متأكد من عنده، يعني ما أقدر أقول لك حقيقة، أنا سمعت بس ما متأكد من عنده. سقراط قال له إذن فلننتقل للمصفاة الثانية اللي هو مصفاة الخير. قال له شنو هذا مصفاة الخير؟ قال له هذا الشيء اللي تريد أنت تسولفه إلي وتنقله إلي، هل هو الخير بيه خير ولا ما بيه خير؟ قال له لا بالعكس ما بيه خير، مو الخير هذا الشيء اللي نقله إليك. قال له إذا فلننتقل إلى المصفاة الأخير اللي هو اسمه مصفاة الفائدة، هذا الشيء أنت اللي تريد تنقله إلي بيه فائدة إلي، أنا راح أستفاد من عنده. الرجال قال له لا بالعكس ما بيه فائدة إليك. سقراط قال له إذن هذا المصفاة يقول إنك راح تنقل لي شيء أنت ما متأكد من عنده، ما متأكد من حقيقته، وحدة. اثنين مو للخير. ثلاثة ما بيه فايدة إلي، ليش تريدني أسمعه أصلا؟ فما أريد أسمعه. فهذا الشيء اللي جاي تريد تنقله إلي لن يصمد أمام المصفات، هذا مصفات المثلث مال سقراط. فهذا مصفات المثلث، المصفات العجيب نحتاجه بحياتنا، نحتاج بحياتنا من نريد نسمع شيء من الآخرين، نحتاج بحياتنا من نريد نسولف شيء للآخرين، نخلي هذا الشيء في المصفات نشوفه يصمد لو ما يصمد أمام هذا المصفات مال سقراط.